قائمة الزمالك لمباراة زيزكو. طبعا الزمالك هيبدأ بمحمد صبحي والمهدي سليمان ومحمود الشناوي. عندنا في خط الدفاع عندنا أحمد الخضري، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، محمد إبراهيم، وبارون أشوين. في خط الوسط عندنا محمد شحاتة، محمد السيد، يوسف وائل، محمد حمد، إيشو، أحمد حمدي، آدم كايد، وأحمد شريف. وفي خط الهجوم ناصر منسي وعدي الدباغ. غيابات الزمالك عن المباراة: عبد الله السعيد، خوان بيزيرا، وشيكو بنزا، وسيف الجزيري، وعمر جابر. عنده ماتشات كتير أوي في فبراير. الزمالك هيلعب يوم الأحد زيسكو الزامبي، يوم 12 هيلعب سموحة، يوم 14 عنده كايزر تشيفز، يوم 17 عنده سيراميكا كليوباترا، بعد كده عنده زد يوم 24. كل دي ماتشات للزمالك في فبراير، يعني مش عارف ايه ده كله. عندنا حدث تاريخي النهارده. كريم بنزيما كان عنده اول ماتش ليه مع فريق الهلال بعد طبعا ما انتقل من اتحاد جده. طيب كريم عمل النهارده، كريم سجل هاتريك في اول ماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل لسه نازل هوب هاتريك. ايه اللي حصل؟ هقول لك انا ايه اللي حصل. الراجل بعد ما سجل الهاتريك بقى تاني اكتر لاعب سجل هاتريك من اللعيبه الاوروبيين في الملاعب السعوديه. بعد مين او قبله مين؟ قبله كريستيانو رونالدو عنده 6 هاتريك. بنزيما دلوقتي بقى عنده 5 هاتريك. تحت منه في جوميز اللي هو كان مهاجم الهلال السابق عنده 4، وفي ايفان توني مهاجم الاهلي عنده 3 هاتريك. دول اكتر لعيبه اوروبيين سجلوا هاتريك في الدوري السعودي. في النهايه نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يكسب ويفرحنا كده دايما، وان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبك ما تنساش دوس لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.